من الجزيرة العربية، وأن أوائل المسيحيين كانوا هم قبائل عربية قبل أن يأتي البيزنطيون ويعتنقوا هذه الديانة. إذن المسيحية بدأت برأيك من اليمن. تمام. أنا يعني لدي عشرات الأدلة التي يعني أتيت بها في معظم كتبي، وهي أدلة مدعمة بنقوش آشورية ويمنية مسندية قديمة. معظم هذه النقوش يعود تاريخها يعني إلى 850 أو حتى 900 قبل الميلاد. نعم. وفيها دلائل على أن المسيحية ديانة عربية يمنية قديمة. يعني خذها على سبيل المثال، كل الأبحاث، وهذا بالمناسبة هذا الأمر يعرفه علماء الآثار والمؤرخون الغربيون يعرفوه جيدا، ولكنهم يتسترون على الحقيقة. منذ 950 إلى 850 قبل الميلاد نشأت في اليمن سلسلة من المعابد عرفت بمعابد الثالوث الكوكبي، وهي عبادة الشمس والقمر والزهرة. الثالوث الكوكبي هو الذي بدأت منه الأسس الأولى الانطلاق للثالوث المسيحي. نعم. ثم هناك في بعض هذه المعابد هناك ما يعرف بطقوس الاعتراف، ولدى اليمنيين نقوش تعود إلى 850 750 قبل الميلاد تسمى